والأردن واليمن والسودان 5. ولذلك هم ليه؟ لأنه دول اليمين والشمال من غير تدخل حكومي، مجرد شباب واقفين على الشاطئ. ولذلك هم ليه منعوا طول عمر حسني مبارك والسادات انك تبني قرى البحر الاحمر دي كلها قرى سياحيه، مفيش نمو سكاني، لانه لازم الحته دي تفضل فاضيه عشان اسرائيل تمشي امنه وبغداد. هقول لكم شيء ليس سرا عشان تعرف ان احنا الاعز في المنطقه والاقوى اقليميا من امريكا، ومش هنستخدم ده في حرب، هنستخدمه بس في ان احنا نبني بلدنا بس بعزه وكرامه بس. انما مش هقعد امدح ده يا سلام على اللي عملوا واللي حموا الثوره واللي وقفوا معانا لا 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 يمكن. لما حصلت مشكله القراصنه الصوماليين في القرن الافريقي، فاكرينها؟ حبت مصر، اسمعوا المصيبه والفضيحه والرابع او خامس مره باوجعكم زي ما انا موجوع. لما مصر حبت تحل هذه المشكله لانها لا تستخدم البحر الاحمر والقرن الافريقي والمنطقه دي ملاحيا، لان اسرائيل منعها وبتحاول تقوم بالنيابه عنها بهذا الدور عن طريق السفن حتى التجاريه زي ما قلت لكم. مصر احتاجت انها تخاطب المخابرات الاسرائيليه وتطلب معونتها لحل هذه المشكله، وعمر سليمان ده هو الذي قام بهذا الدور، لانه سايبين البحر الاحمر والمخابرات الامريكيه الاسرائيليه تستقل بمنطقه القرن الافريقي والبحر الاحمر. اليوم اللي الشباب ده يعرف يختار مش بس لرئاسة الجمهورية وللحكومة البرلمان، يعني ناس محترمة ليس عندها تعدد في الولاءات، في اللحظة دي هم اللي ركابهم هتخبط ويجي يقول لك طب انت عايز ايه؟ وساعتها هنقدم لهم اللي هم عايزينه وهناخد اللي احنا عايزينه وهنصبر على مجتمعنا حتى يصير ان شاء الله في مصاف الدول مشرفة باذن الله عز وجل.